أمس قاعد أقرأ في كتاب الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع، فذكر فائدة يوم قريته والله أني قال: ولا يمنعك هوان من أخرج الدرة أن تستفيد منها. لو واحد غواص ليس بشيء نزل وجاب لك لؤلؤة ثمينة، هل تهون لهوان الغائص الذي أخرجها؟ لا، تبقى درة. قال فكذلك لا تهون عليك الكلمات ولا الأفعال من شأن قائلها أو فاعلها. عرفت كيف؟ ما يهمك من الشخص هذا. هي كلمة حسنة، كلمة حقيقة. لأن إحنا اليوم واحد ينشر مقطع مثلا شخص طيب وكذا، قاعد هذا اللي قال كذا. أنا أذكر من الطرائف في موضوع زين، أنا كل ما أطلع مقطع يود هذا اللي كذا، هذا اللي كذا، ويذكرونه بالفيديوهات نفس يود هذا اللي كذا. يعني هذا ما يستقيم عليه أحد. ما يمكن تجد في الدنيا رجل موفي من كل وجه، ما تجد. وبعدين الإنسان يا أخي مثل ما قلنا في بداية اللقاء أبو عبد العزيز، عنده بناء معرفي عامل السنوات. التراكم هذا يغير القناعات من أقصى الشمال لأقصى اليمين عدل. فأنت ليش تؤمن أن هذا عبارة عن مركب جامد ما يتغير، هو طوفة صبة حطيتها 30 سنة ما تتغير؟ لا، أنا أتبنى الرأي وآتي خلافه. الزمن كفيل أن يغير قناعاتي.